السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحشتوني جدا 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 من هنا السنه الجايه. حاسه بقالي كتير كتير ما صورتلكمش فيديوهات، فجاي لكم النهارده بفيديو تفصيل كالمعتاد. بس الفيديو ده انتوا طلبتوه مني كتير قوي بجد، يعني فيديو بتاع الجلباب اللي هو بيكون تحت الزي الشرعي. يعني هو زي الشرع على بعضه، الجلباب بقى اللي بيكون تحت الفستان اللي هو الستايل بتاعه. بصوا هوريهولكوا كده، اللي هو بيكون كم ساقط وبكشكشه من هنا كده، الموديل التحفه ده. بس انا عامله تركيه تانية فيه، انا عاملاه باستك مكوك من هنا، لكن الموديل ده في المعتاد بيتعمل باستك اللي هو العادي، يعني استك كده من اخر الكم بيتعمل هنا. هحط لكم صور يعني كتير، ولو عرفت احط لكم فيديوهات برضك هحط لكم فيديوهات. المهم، اتمنى الشرح يكون مفيد ومختصر، وبدون دخول في تفاصيل كتير يلا بينا على الفيديو. انا معايا اهو الاتنين متر بتوعي، تمام. وهشتغل على ظهر القماش. هجيب من اول الحته بتاعت البرسل والحته التانية بتاعت البرسل كده، واتنيها على 2. يعني الاتنين متر دول هتنيهم بحيث ان هما يكونوا متر واحد، تمام. اهو كده بقى قدام متر، يعني قدام طبقتين، قدام متر وورا متر. وهتنيهم كمان بحيث ان يكون عندي حته 50 سنتي. اهو كده هتنيهم كمان. بصوا بقت كده اهو، هتنيها كده. دلوقتي اهو بعد ما تنيت القماش على 4، تمام، بقى عندي جزء مقفول وجزء مفتوح. هو الراجل بصراحه قصص لي حته زياده يعني، فانا هخليها في وسع الفستان، مفيش مشكله بالنسبه لي، يعني على حسب ما انت عايزه. هو قصص لي حبه كتير زياده، بتاع مثلا 10 سنتي ولا حاجه، بس مش مشكله، مش هيخسروا كده كده عادي يعني. فدلوقتي هعمل حردة الرقبه. هدخل هنا كده من الحته المقفوله، يا جماعه محدش يشتغل من الحته المفتوحه، من الحته المقفوله هدخل 8 سنتي واعمل شرطه. وبعد كده انزل، احاول اوضح لكم اكتر كده، هنزل 2 سنتي وانزل كمان 10 سنتي، تمام، علشان انا مش عامله سوسته ولا اي حاجه. وبعد كده هعمل حردة الرقبه الخلفيه وحردة الرقبه الاماميه. اهو كده ثبت بس كده القماش بتاعي، واعمل حردة الرقبه الخلفيه وحردة الرقبه الاماميه. طيب بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هاجي من هنا من قفله القماش زي ما هي كده، ادخل لحد 33 سنتي. ليه؟ لان الكم دوت ساقط زي ما احنا عارفين اهو. هدخل كده 33 سنتي واعمل شرطه. ومن النقطه بتاعه ال 33 سنتي دي هنزل 4 سنتي، علشان بردك الكتف ساقط، اللي هو الميل بتاع الكتف. بس ده مش عشان الكتف ساقط، احنا كده كده في المعتاد بننزل 2 سنتي او 3 سنتي، هنا هننزل 4 سنتي. ومن ال 4 سنتي دي، من النقطه دي بوصلها بالنقطه بتاعه الكتف دي. فاهو كده بعمل كده وبوصلها كده بميله زي ما هي، تمام. اهو كده يبقى كده عملنا الرقبه وميل الكتف، تمام. وبعد كده هنزل من النقطه بتاعه ال4 سنتي، هنزل قد ايه؟ هنزل 26 سنتي. يعني هنزل كده احط المزوره عند النقطه بتاعه ال4 سنتي، وهقيس من بعدها 26 سنتي، تمام، واحط نقطه كده، تمام تمام. واوصل دي بدي علشان دي تعتبر الفتحه بتاعه الدراع. بعد كده هدخل من هنا بردك 33 سنتي، هم اوريدي 33 سنتي عندي. هدخل من النقطه بتاعت 26 سنتي دي 33 سنتي كده اهو، واعمل خط، تمام. اهو كده خط بال 33 سنتي. وانزل من الحته المقفوله، هنزل 6 سنتي، انزل 6 سنتي واعمل شرطه. وبعد كده ادخل من ال6 سنتي دول 30 سنتي، تمام. هدخل كده 30 سنتي، خط ال 30 سنتي، بصوا كده اهو 30 سنتي بتوعي، اللي هم هنا بقى الفرق ما بين الخط ده والخط ده 3 سنتي، احنا عارفين. فاهي 3 سنتي كده، واعمل شرط عند 3 سنتي، تمام. وبعد كده اوصل، يعني هوصل دي بدي كده، كيرف، يعني برسمها بكيرف كده، تمام. اهو كده برسمها بكيرف كده، تمام. بس كده بقى هنا عندي دي 30 سنتي، دي 33 سنتي، الفرق اللي ما بينهم طلعت فيه كيرف كده، تمام. والميلان بتاع الكتف والفتحة الرقبة الخلفية والأمامية. مبدئيا هفصل الجزء ده كده
عن هناك يعني اهو كده. بسم الله هقص كده الحته دي عشان اتحكم فيها بقى ايه براحتي. اقصها كده لوحدها تمام اهي، واقص الميلان ده كده كمان. اكمل برضك تمام. واجي من هنا احرد الرقبه الخلفيه وبعد كده احرد الكتف، انزل الميل بتاع الكتف يعني مش احرد الكتف، لا انزل الميل بتاع الكتف او قصه يعني تمام. بقى كده اهو اعمل دي حلو كده حلو كده. ده الجزء اللي تحت اللي هيطلع منه بقيه الفستان من تحت تمام. دي كده مش عايزينها خلاص هنرميها. بصوا بقى كده عشان ما نتلخبطش، ده كده على جنب وده كده الباترون بتاعنا بتاع الفستان تمام. هنقص بس دلوقتي الرقبه الاماميه، فهنفصل مثلا ايه، هنفصل الرقبه الخلفيه كده او هنفصل الجزء الخلفي حته كده منه بره شويه علشان اشتغل الامامي لوحده. ممكن تفصلوه كله خالص بس انا بخليه مع بعضه وبفصل بس اتاكد ان انا كده ايه ظابطه الاماميه لوحدها. وبعد كده ببدا ان انا اقصها كده حرف على حرف، وما تطلعيش على الحرف من هنا يعني. بصي اطلعي كده على ما فيش، ما تطلعيش على الحرف، ما تاكليش من الكتف بتاعك يعني. بصي انا اخدت من هنا كده ما اخدتش من الكتف نفسه. بقى عندي اهو ده كده الشكل بتاع الفستان عشان تكونوا متخيلينه برضك اهو. هيبان ان هو كبير ولكن هو علشان بكم ساقط زي ما انتوا عارفين الموديل نفسه اهو كده بكم ساقط تمام. واعلم بس كده علامه علشان يبان ان ده الخلف وده كمان الخلف يعني الحته اللي احنا هنشتغل عليها الخياطه من جوه يعني تمام. اديني كده خلصت الجزء بتاع الصدر بتاع الفستان. بعد كده هاخد بقى ايه الجزء اللي تحت تمام. هاخد بقى الجزء اللي تحت. انا مش عايزه اشتغل بكل ده يعني، هشتغل بحته اقل شويه يعني، مش كل ده. حاسه ان هو كده هيبقى واسع معايا قوي. احنا بناخد المقاس اللي احنا واخدينه اللي هو بتاع ال 30 سم وبنزود عليه مثلا الكشكشه اللي انت عايزاها. ممكن مثلا تاخدي ايه 15 سم مثلا زياده للكشكشه بتاعتك اللي انت محتاجاها. فانا اهو مثلا نفس النظام هاخد 15 سم وهخلي الباقي على جنب تمام. هاخد كده 15 سم اهو. بعد الحته دي باخد 15 سم او 20 سم يعني زي ما انت عايزه، بس انا باخد دايما 15 سم فهنكتفي بهذا القدر يعني. بقى كله معايا 45 سم وهاخدها على طول القماشه لحد تحت تمام. يبقى هنا 45 سم واحط نقطه واوصل النقطتين ببعض عشان اعرف اقص القماشه بتاعتي تمام. هوصل دي كده بدي النقطه دي بالنقطه دي اهي كده. اصلا النقطه مش باينه اهو كده النقطه دي بالنقطه دي وعلى طول القماش علشان اقص الكشكشه بتاعه القماش تمام. وكده برضك اهي اسويها معايا عشان اقص الحته دي كمان علشان ما يطلعش القماش معايا او الفستان معايا واسع قوي. فكده هيكون من وجهه نظري مظبوط جدا، مش محتاجين اكتر من كده كشكشه لان اصلا الفستان يعني الصدر بتاعه عالي فبيدي كشكشه اكتر او وسع اكتر تمام. فاهو كده هناخد دي كده ونقص الحته دي كده وافصلها عن باقي القماش وابدا ان انا اقص باقي الفستان.
كده، واقرب بقى بقيه الفستان عليا كده. انا ما رسمتوش لحد الاخر، فهظبطه كده بحيث ان انا الحته اللي تحت دي اقصها على نفس المقاس اللي انا قصيت بيه الحته اللي فوق. تمام كده كده، اظبط دي على دي بحيث ان انا اقص الاتنين على بعض. اظبطها بس كده من هنا. تمام، واكمل قص للفستان نفسه اهو. بسم الله. الحته الاخيره في الفستان دي انا مش بحتاجها، لان يعني البنوته اللي طالبه مني الفستان تعتبر في طولي، فهي مش عايزاه طويل قوي كده لان هو بيكون طويل. انت بقى شوفي الطول اللي انت حباه ايه، مثلا طول الفستان من بعد الصدر كده شويه لحد تحت. شوفي انت الطول اللي انت حباه يكون قد ايه بالظبط. فمثلا كده انا هعمله لها مثلا ممكن 120. يعني بصوا كده، هقيس دي كده 50، يعني هقص حته صغننه خالص منه. نقص الحته دي كده، انا مش محتاجاها. شوفي انت بقى عايزاها لحد اخر الفستان تمام، يعني عايزه الطول لحد الاخر تمام، لكن انا مش محتاجه كل ده، فهقص كده ايه الحته دي مش محتاجاها خلاص. تمام كده، كل الزياده دي كده انا مش محتاجاها، مش هتطلع معاكي لو انت قصه مترين بالظبط، لكن دي زياده طلعت معايا علشان الراجل قص لي اكتر من مترين. تمام. في بوينت اخيره بس، النقطه بتاعت اللي تحت دي او الحته اللي تحت دي اللي هي في ديل الفستان، باجي كده من الحرف بتاع الفستان من الحته المفتوحه بطلع 5 سم 5 سم بس، علشان ما يبقاش نازل من الجنب ويزولك. فباخدها كده اهو، باخدها على ما فيش. تمام كده، ونفس النظام من هنا كده باخدها على ما فيش. تمام اهو كده، ده الفستان بتاعي. تمام كده، وبحرد الحته دي. بص حته صغننه خالص، يعني لا تكاد تذكر حرفيا. بس كده، ودي كده انا مش محتاجاها، نفس النظام برضه. وبقى كده عندي اهو الفستان. انا فصلت المترين عن النص متر، تمام، علشان احنا في الموديل ده هنستخدم مترين ونص. تمام، فانا اهو زي ما قلت لكم فصلت النص متر ده لوحده علشان اطلع منه الكم. هعمل الكم الاول. تمام، انا دلوقتي اهو هتنيه كده على 2، بحيث ان يكون معايا هو القماش عرضه متر ونص، ده كده كده ثابت، وانا قصاه نص متر، فالطول بتاعه دلوقتي نص متر لو 50 سم يعني، والعرض متر ونص. تمام، وتنيته كده على 2. حلو. بقى عندي هنا الناحيه دي كام سنتي؟ الناحيه دي 75 سنتي اهي، 75 سنتي، والناحيه دي ال 50 سنتي اللي احنا قصيناهم، وانا قصه ايه 55 احتياطي. وبعد كده هتنيها كده بقى على 2 كمان. تمام، في الكم العادي احنا بنتنيها كده، يعني بنتنيها كده، لكن دلوقتي احنا هننيها 2 في 2. تمام، بحيث ان بقى عندي كده الفها بس كده، خليكم بس مركزين معايا، انا تنيتها 2 وبعد كده تنيتها 2 تاني، يعني تنيت اللي هو ال 75 تنيته مرتين، لكن ال 50 عندي ثابت، انا ما جيتش جنب ال 50 خالص ولا تنيته، لان الكم دوت بيبقى واسع وبكشكشه. تمام، بكشكشه وساقط كده زي ما انتم عارفين شكل الموديل. بعد كده هقيس بقى المقاسات اللي معايا دي اهي، دي كده دي معايا 50 او 52 او ايا كان، وهنا معايا 37 سنتي. تمام، يبقى هنا 37 سنتي وهنا 50. تمام، فهنيجي من
عندي هنا دلوقتي الحتتين دول مفتوحين والاربعه هنا مقفولين، ودي مفتوحه ودي مفتوحه. تمام، ده كده طول الكم معايا. ليه؟ لان انا في الباترن الاساسي لما نشوفه هتلاقوا ان انا نزلت الكم بيكون زي ما قلت لكم، فبيكون نازله ايه، بيكون نازل شويه كده بتاع 13 سم. تمام، فانا مش هحتاج ان انا الكم بتاعي يكون حاجه و60 لوحده، لا، لان في 13 سم من فوق، فدول لازم نكون عاملين حسابهم. فاحنا دلوقتي بنيجي من عند الحته اللي هي بتاعه ال 37 سم دي، واجي من عند الحته المفتوحه زي ما قلت لكم، في مقفول وفي مفتوح. الحته المفتوحه دي اهو كده، الحته المفتوحه دي، وبنزل 6 سم، وبعد كده انزل كده هنا 6 سم اهو كده 6 سم، واحط شرطه كده، واوصل ال 6 سم بالحته دي، يعني بالطرف ده كده. تمام، 6 سم من الحته المفتوحه، محدش يتلخبط. تمام، هبدا ان انا اوصل دي بدي كده. ليه؟ لان الكم هيكون نازل مايل شويه. تمام اهو كده، بقى عندي الخط ده اولا. بعد كده هعمل ايه بقى؟ هاجي من تحت هقيس الحته بتاعت الاسوره. انا طبعا مش هنزل وسع الكم ده كله، وانا كده كده هنزل حاجه بسيطه، يعني مثلا ايه 26 سم بس، لان الاسوره مش هتكون كبيره حتى لو ركبت لها استك، كده كده لاني هركب لها استك، فانا هعملها 26 سم وهلمهم بالاستك. ملحوظه يا جماعه 26 سم ده واللي مش متطبق على 2، فاهمين؟ فهو في المعتاد هيكون مثلا ايه 52 سم، فاهمين قصدي؟ فانا دلوقتي هقيس مثلا اهو 26 سم، بس هقيسهم من الحته المقفوله مش من الحته المفتوحه، هقيسهم من الحته المقفوله كده واعمل 26 سم. تمام، 26 سم. وبعد كده هوصل الحته دي بده، بالنقطه بتاعت 6 سم، النقطه بتاعت 26 سم بالنقطه بتاعت 6 سم كده اهو. بصوا طالع ازاي الكم، هيكون بالشكل ده. الكم حرفيا بتاعه سهل جدا، بس ايه محتاج منك تركيز شويه بس كده. وهقص بقى الحته دي كده، وهقص الحته دي كمان. حلو كده. وهساوي بردك من تحت زياده تاكيد، بحيث ان انا اكون متاكده ان الاربع طبقات قد بعض. يعني اساوي ايه، اقص كده بتاع سنتي بسيط كده، حاجه بسيطه خالص على الطرف. لو انت عندك الاربعه قد بعض بالظبط او على بعض بالظبط فتمام، مش لازم تساوي الحته دي، بس انا ايه زياده تاكيد عشان يطلع متساوي بالظبط. تمام، وهاخد كده النص بتاع القماش ده كده واقص قصه، علشان ابقى عارفه ان دي الحته اللي هتتركب، قصه صغننه خالص، دي الحته اللي هتتركب في الكم من فوق. تمام، اديني كده خلصت كم. ندخل بقى على الفستان نفسه بتاعي. طيب يا سمية، الفستان ده بقى هيتقفل ازاي؟ بصي، مبدئيا بتجيبي الكتف على الكتف، الحته دي كده اهو، بتقفلي كتف على كتف. تمام، سيبي كده الكشكشه بتاعت تحت دي خالص، بتقفلي الكتف هنا على الكتف هنا، وبتقفلي الكتف هنا على الكتف هنا. تمام. وبعد كده بتبداي ان انت تجيبي الجزء بتاع الحته اللي احنا قصيناها دي، اللي هي بقيه الفستان. تمام، بصوا هي هتكون اكبر طبعا من الحته اللي احنا واخدينها. بصوا يعني مثلا هنحط دي على دي كده اهو، كده هنظبطها. بصوا هتكون اكبر لان احنا واخدينها اكبر ب 15 سم. دي بقى هتتكشكش كده على المكنه، وتتركب في الحته دي كده من اول الحرده دي كده، من هنا هتتكشكش وتتركب هنا وتتثبت، الامام في الامام والخلف في الخلف. تمام. واخر حاجه بنركب الاكمام، بتتكشكش بردك الاكمام، بتتركب من هنا لهنا كده. تمام، والحته دي بتتاخد بقى ايه مع بقيه الكم يعني وانتوا بتقفلوا. تمام، بس كده يعتبر. وبتركبي بقى شريط بيه، او شوفي انت بتقفلي الرقبه بتاعتك ازاي. انا كان اهم حاجه بالنسبه لي القص بتاعه، عشان في كذا حد طلب مني ازاي يفصل الزي الشرعي او الفستان بتاع الزي الشرعي اللي انا كنت لابساه. فاتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون مفيد بالنسبه لكم، ولو عندكم اي استفسار اكتبوا لي في الكومنتات. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. مش عارفه انا طالعه غامقه ليه، ومش عارفه المفروض ان انا ابص هنا ولا هنا، حاسه ان نسيت التصوير تقريبا. بس بكده نكون خلصنا الفيديو، وهذه هي النتيجه النهائيه، لان ده اصلا يعني ده الاناء اللي انا
ادناء. ده الجلاب اللي انا صورته معاكم في الفيديو، فطلع بهذا الشكل القمر بعد ما اتقفل، واتكشكش كده من هنا، واتكشكش حاجه بسيطه من هنا، وهو اصلا اوفر سايز بيلبس كل المقاسات. فالموديل خطير خطير خطير. اتمنى اكون وصلت لكم الموضوع بطريقه سهله ولذيذه كده، وتكونوا استفدتوا من الفيديو. ولو استفدتوا اكتبوا لي تحت في الكومنتات محتاجين ايه تاني، واكتبوا لي رايكم في الفيديو. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناه اليوتيوب. ولو حابين تطلبوا الزي الشرعي سواء الخمار او الجلباب او الادناء، الحاجات دي كلها بتاعت الزي الشرعي هتلاقوها عندي في البراند بتاع سمية ستور، هنا سمية ستور. وبس كده، اعملوا لي سبسكرايب بس. وحشتوني والله يا عيال، وحشتوني 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 وحشتوني. بس كده، يلا سلام.